السلام عليكم ورحمة الله. اخباركم ايه؟ تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعضينا شوية محشي. طبعا احنا لما بنيجي نعمل المحشي اول حاجة بنسأل عليها هو محشي بلحمة ولا محشي بفراخ ولا محشي ببط. اهم حاجة لازم يكون محشي بالتلاتة دول، انما كده بمية لا. انا معايا بصلة حمرتها وحطيت فيها معلقة توم مهروسة. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى انا ولا هعمله لا ببط ولا بفراخ ولا باي حاجه، بس بدل ما هعمله بميه بيبقى طعمه مش قد كده، لا انا هعمله بشوربه فراخ، وبيخلي طعمه جميل. انا من الناس اللي ما بحبش اعمل المحشي بميه، ما كانش بشوربه انا ما بعملوش. هشوح بقى البصله تشويحه هنتي وابدا انزق بالطماطم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا كمون، كزبرة، رشة ملح، رشة شطة بسيطة، نص معلقة بابريكا. واحط الملح واظبط حيائي زي ما انا عايزة الملح بتاعتك. تمام، في حاجة ايه زي ما تحبي. هسيب كل ده بقى تتسبك تسبيكة تمام كده. بصي لما قلبها يتقطع على النار. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي بقى شوفي عامله ازاي. انا عندي منها معلقتين اللي انا هطيب بيها. شفتي عامله ازاي؟ بنشفها خالص. طبعا بعد ما نشفتها كده بغسل الرز وبصفيه جدا، ما بخليش فيه اي ميه. لو خليت فيه ميه يبقى الصلصه اللي قعدت ترتك على النار يجي ساعه دي هرجع فيها ميه تاني والميه هتعجن للرز. يبقى انا نشفتها من حته وحطيت ميه في الرز من هنا، يبقى انا ما عملتش حاجه. انا كده صفيت الرز تصفيه تمام. وهبدا اقلبه كده علشان الصلصه تروح تتعمل فيه كلها. وهبدا اهدي بقى النار عليه واغطيه. هتقلبيه؟ لا مش هقلبه. خلاص ارفعي بقى الغطا. رفعته. هقلب بقى في الحالة دي. خلاص كان يعني كان داخل على بصوا. انا ما بحبوش ني، يعني نص طيبان كده زي الرز بتاع الحمام. هبدأ بقى اضيف الشبت والبقدونس بتاعتي وابدأ اقلبها تمام. مش قادرة اقولك بقى ان وانت بتنزلي الريحة بتبقى عاملة ازاي. ما بحطش الخضرة واقلبها في المحشي من البداية، لا انا بحب اخليها مزهزهة كده. تمام. هحط بقى لو طبعا انا حاطه توابل، في لو انت عايزه تحب مثلا تشطشطيه ممكن تحطي شطه، ممكن تحط اي توابل تانية. بس ما تحطيش اكتر من التوابل اللي احنا حاطينها علشان ما تغيرش طعم المحشي. اي محشي عايز فلفل، كمون، كزبره، حبه بابريكا، فلفل اسود بس. تمام. انا هنا بقى معايا الرز المفلفل الجميل اللي انا عملته. طبعا فلفل من الناس سبكت التسبيكه كويس والرز كان مغسول كويس من الميه. هبدا احط سنه زيت في الحله. ومعايا بطاطسايه ومعايا طماطمايه ومعايا بصلايه بضربها ترنشات وبروح رصها في قعر الحله من تحت. صلاه بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. تنسونش بقى اللي ما اشتركش في القناه يشترك لي فيها طبعا فضلا منكم وليس امرا. تعليق حلو بشكر يا جماعه الناس اللي بتعلق لي تعليق حلو بيشجعني. ربنا يا رب يجازيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم. اول حاجه هنا انا معايا كام ورقه من العنب. ورقه العنب. بصوا بقى اللف بتاعها هجيب الطرف ده على الطرف ده واروح برماها واضغط ضغط بسيط عليها. تمام. طبعا انت لو هتعملي كمية، لو هتعملي كوسة فلفل ورق عنب بتعملي كل حاجة في حلة لوحديها. بما اني انا هعمل عينات لصراصير هتاكل. الصراصير هتاكل. عاملة عينات بسيطة، فهو يصفي محشي وصف فلفل ومصطف فلفل كمان نص صف فلفل ونص كوز. فانا قلت يلا نعمل التلاتة مع بعضهم في حلة واحدة، خلوهم يرتقوا ببعضهم واللي يحصل يحصل. صلاة بينا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد. بضغط ضغطة كده ايه علشان ما تفكش مني في الحل. تمام حبايب قلبي. هنيجي بقى بص حبة صغننين ازاي، مش قادرة اقولك ان الحبة دولت ممكن اقعد اكل فيهم اسبوع. ده انا النهارده كانوا عاملين اضراب عن الاكل علشان فيه محشي. ما عنديش حد بيحب المحشي اطلاقا خالص. بس انا قلت اجرب يمكن من ان من زمان ما كلوش يفتكروه ياكلوه. انا ما بعملش المحشي الا لما جوزي يبقى وحلني بقى سنة بقى قبل ما اكل المحشي. ببدأ بقى الكوساية معلش بقى رغات كتير معاكم قوي كفاية كده. جبت الكوساية. بصي وانت بتملى كوسة بتنجال فلفل خلي يعني زي عقلة الصباع كده من فوق زي ما انت شايفاه كده فاضي. ليه؟ لان انت لما بتكبسي الصباع خالص وبتحشيه الرز ده بينفش فيكب منك في الحل. تيجي منظر الحلة بيبقى منظرها مش لطيف وتلاقي فيها بقى الرز ما شاء الله اللهم بارك منطور كده في كل مكان. لا انت خلي فضا للرزاية تتنفس بمعنى. تمام. انا معايا هنا بقى تمام معايا كبشتين شوربه. انا هنا بقى طبعا كنت مخليه خلاص معلقتين خلصته صلصه معايا بقى ضفتهم الشوربه على معايا الشوربه كبشتين شوربه واحط عليهم وتبلتهم معلقتين وهبدا بقى صلصه من احطهم على بتاع المحشي الصلصه بتاعي زي ما انت الاولانيه بتاع شايفه كده المحشي. انا رصيته. وهبدا بقى بص رصيتهم بقى يا اهو. حبايب قلبي هبدا انا اشربهم هحط تمام. يعني بصي
ربع صلى على الحل، نبيك يعني صلى الله هخلي عليه مثلا وسلم. نص الصباع او بصي اقل يا من حبيبة نص الصباع قلبي انا يعني متغطي، ايه لان تقدر تقولي كده الكوسه ربع الصباع والفلفل ما بتاخدش هيتغطى معايا سوا بالشوربة، كتير، ما يعني بتاخدش ربع معايا الحلة شوربه كتير. بتبقى فيها شوربة، تمام. لان الكوسة صلى على والفلفل النبي صلى ما الله عليه بياخدوش سوا وسلم. كتير، يعني قلبة نحطه بقى التانية على النار بتلاقيها يطيب استوت. ونشوفه مع تمام. بعضينا. كده كان شايفين ان انا وخلاص مش ماليه كده الصباع المحشي خالص، بتاعي كان شايفين استوى، مفيش رز في شايفين الحله الحلة نظيفة ازاي، ازاي، كله مفيش اي صباع رز خارج بصباع. من الحلة اتمنى يا رب ازاي. ان فيديو النهارده يكون ده عجبكم. لما انا زي ما ما انا تنسونيش قلت لك باللايك انك ما والشير، تمليش واللي مشتركش في الصباع قوي. القناه يشترك فضلا منكم وليس وكمان امرا. ورق العنب والنهارده بتضغطي عليه عملنا الضغطه ما بيطلعش منه، يعني غدوه بتقفليه كويس حلوه، ما بيطلعش ما منه كلفتناش كتير، الرز. وعامه كل الاكل هنبدأ بيكلف، بقى بس نطلع احنا اللي عملناها احنا وادوه محتاجينه. يوم وعد. اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يعجبكم، وتعرفوش شايفين. ان فيديو النهارده ده تعبني قد ايه، النور قطع عليه، تمام. والتليفون يعني التليفون لسه جديد اللهم صل وقف وسلم وباظ وبارك عليه، على ما كانش سيدنا راضي محمد. يفتح، يعني اللهم بارك كده كانت قرفه النهارده، يعني كانت وحشه قوي معايا، انا ما كنتش متوقع اصلا انها زياره. وكأننا بس عملناها يلا بلحمة، قلت بقى مش بس مش مشكله، بلحمة. انا لازم المفروض بس اصلا طالما لازم يكون بشوربة لي يبقى يوم بلحمة. فيديو، والواحد نايم في الباي دمتم كده بخير خالص. والسلام عليكم ورحمة فمعلش الله. ربنا ان شاء الله ييسرها. دمتم بخير والسلام عليكم حبايب قلبي ورحمه الله.